مساء الخير يا رجالة. النهاردة جايب لكم ارتجالة. ارتجالة في كلام كتير، مش في السياسة بس. ارتجالة في حاجات كتير عشان ببعض نحس. ارتجالة ممكن تكون مجنونة، وممكن تكون مش موزونة، بس هي في الآخر حاجة بنحسها لما بتبقى الدنيا زحمة وبعضنا نتاخد. هي دي الأفعال، هي دي الرجالة. وعشان كده قررت أكتب ارتجالة. ارتجالة عايز أعرف فيها إحنا إيه حصل لنا. ما هو المكان، ما احنا كنا هنا. ايه اللي حصل خلانا مش مركزين؟ ايه اللي حصل خلانا قابلين؟ ايه اللي حصل خلانا نقول للظلم تمشي؟ لا، استحالة. ليه بقينا فرحانين قوي لما نحس اننا مش عارفين ناخد حقنا؟ وما بقيناش نعرف نفرق ما بين وليد وهالة. ما هي بقت استحالة. استحالة انك تفضل بعد كل العمر دوت برضه ساكت، وبعد كل اللي حصل فيك دوت قلبك وعينك وكل حاجة فيك لسه ما تابت. لازم تفوق، لازم تشيل الغمامة من فوق عيونك. لازم حتى لو هتشوف لازم تقلع عيونك. لازم تفهم، لازم تحرر دماغك، لازم تخرج اللي جواك. لازم تقول حتى لو سهرت كل الليل وكل النهار بعرض وطول. لازم تفوق، لازم تدوس، لازم تمشي، لازم تعمل حاجة، لازم تشغل دماغك. لازم تفتكر دايما ان اللي مات مات عشانك. مش مات عشان انت تموته من جديد. مش مات عشان انت تنفض له في بورسعيد. مش مات عشان تنسى ايه اللي حصل وايه اللي جرى وايه اللي هيحصل وايه اللي هيكون. مات عشان تعمل حاجة. مات عشان يبقى لك تمن. مات عشان كرامتك يصون، وانت اللي بتفرط فيها بايدك لما بتدي الكرباج للي بيجلدك ويعذبك ويخليك محتار ما بين امرين ملهمش تالت، مع ان انت اللي عامل ليهم تالت. معرفش ليه. الحسبة سهلة وبسيطة مش عويصة، ولا احنا كل دماغنا عشان بقت مليانة هيصة ما بقيناش عارفين نفكر ولا عارفين ناخد قرار، وطول الوقت محطوطين في اختيار. تختار تموت مشنوق ولا تموت مقتول ولا تموت مسحول ولا تموت ازاي؟ يلا، ما هي كلها موتة. الكل في الاخر بيترمي في تربة، واللي يفهم وفاضل بلده بقت غربة. وشوية منا تانيين بيشوفوا الحاجات دي في شاشة، وانتوا عارفين طبعا بيشوفوا مين. انا مش هشغل بالي. آه، كاشة. ما بحبش اجيب سيرة الناس مع ان لساني طويل اطول من ناري.